السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا فيديو الرقاق الناشف، طريقة أجدادنا، طريقة العجينة بتاعتهم وطريقة التطيب وطريقة الخبز بتاعهم. ده أحلى من المحلات بكتير بمراحل كمان. هنا معانا كيلو من الدقيق، لو عايزة تعمله نص كيلو براحتك، ما شاء الله يعني الكيلو مطلع كمية كبيرة جدا. انتي لو عايزة اول مرة تعمليه تجربي في نص كيلو، مفيش اي حاجة بتنحط الا الملح ذرة الملح البسيطة ديت على الكيلو دي، وبتعجني بمية عادية جدا. العجينة يا جماعة بتبقى شديدة شوية عن القرص الطرية، يعني ملمس القرص الطرية في العجينة بيبقى ايه، العجينة بتاعته طرية شوية، اما في الرقاق بتبقى العجينة متماسكة شوية، عشان واحنا بنبطط ما تشربش مننا كمية دقيق. وفي تكة هنا في التبطيط لازم تعرفيها عشان تنجح معاك الرقاق ويبقى زي الرقاق الخفيف اللي احنا شفناه، ما يبقاش فيه انتفاخات كده ولا شدة لما بتيجي تسويه. وديت التكة بتاعت اجدادنا زمان اللي كانوا بيعملوها، هم بيبططوا بيحطوا حاجة واحدة بس واحنا بنبطط، هي اللي بتخلي الرقاقة بتاعتنا هشة وطعمها كريسبي وطعمها حلو. هتقولوا له النشا، لا مش النشا خالص. تابع معايا الفيديو للاخر وانت هتعرفي هو ايه اللي بينحط عشان تبططي عليه ويخلي معاكي سمك الرقاقة خفيف، وفي نفس الوقت بيخلي الرقاقة لما بنعملها وبنسويها بتبقى بتبقى بتقطم كده في البق وبتدوب في البق، ما بتبقاش عاملة زي الجلد وهي بتشد. احنا لما شفت ناس جابوه وعملوا قدامي الرقاق مستوي، بقيت حاسه ان خامه الرقايه عامله زي ما يكون فيها شده او حاجه زي البلاستيك فيها كده، وده من النيش او الحاجات اللي بيحطوها. هنا اللي انتوا شفتوه دلوقتي معانا كوبايه من الدقيق الذره مع كوبايه من الدقيق متعدد الاستخدامات بتاع الكيكه. معلش وانا بتكلم الفيديو راح مني شويه، معلش. فاحنا حطينا هنا كوبايه، هو ده المكون الاساسي، كوبايه من الدقيق الذره عليها كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات بتاع القرص بتاع الكيك بتاع اي حاجة، بنحط عليهم بنضيفهم على بعض بس بعد ما بنرخل الدقيق الذرة كويس جدا. وبعد كده بنقطع العجينة بتاعتنا وبنخليها على قد الصينية اللي احنا هنعمل فيها. دي حجمها مناسب جدا لصينية متوسطة. هنقطعهم بقى زي ما انتوا شايفين كده كرات لحد ما نخلصهم، وبعد كده هنغطيها علشان ما تنشفش مننا. التبطيط بقى مش هناخد واحدة واحدة نبططها كده، لا، ما احنا كده مش هنخلص بقى. لكن عشان نبطط بسرعة احنا بنحط 4 5 على بعض بيتبططوا مع بعض وبيتفردوا، مش هيلزقوا، لا مش هيلزقوا، لان احنا هنشوف هنعمل ايه دلوقتي عشان ما يلزقوش. هنحط ما بين كل كرة من كرات العجين ديت بعد ما نبططها زي القرصة كده دقيق بكمية حلوة قوي، اللي هو ايه بقى الدقيق الايه، الدقيق الزي احنا عندنا في بلدنا بنقول الدقيق الزيرو، الدقيق الزيرو او دقيق متعدد الاستخدامات مع كوب الدقيق الذرة اللي احنا نخلناه كويس جدا عشان نخلي ملمسه ناعم. هننزل بيهم تبطيط كده بايدينا، وتتكي على الحافية اكتر ما بتتكي على النص. انا ممكن اقعد اعملها كده لحد ما تدي الوسع ان انت خلاص خلصتيها بايديك وتبقى سهلة جدا. بس عشان اسهل معاكم كمان، معانا هنا النشابة بتاعتنا، احنا في بلدنا بنقول عليها النشابة، مش عارفة في بلدكم بتقولوا عليها ايه بقى، مردانة او ايه مش عارفة، فكل واحد في بلده بيقول عليها حاجة. هنا اللي بنفرد بيها العجين دي احنا بنقول عليها كده النشابة بتاعتنا ديت. فبنجيبها في يدوية وفيه اللي هي بتفرد، دي لها استخدام ودي لها استخدام زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كل واحدة استخدامها ازاي. دي هتفرد العجينة وهي في نص العجين كده هنوسع بيها، والطويلة ديت اللي هنفرد بيها عشان نخليها رقيقة جدا، الرق ده هش جدا وخفيف جدا. وهوريكم فيديو تاني بقى واحنا ازاي بنسويه وازاي بنعمله
اللحمة المتعصجة هتشوفوا معانا في فيديو تاني ان شاء الله. دي بس كانت العجينة وطريقة الخبز. اما في الفيديو القادم ان شاء الله هوريكم ازاي ان انتوا بتسووه، وازاي بتدخلي له فيه اللحمة، وتشوفوا طريقته عاملة ازاي. طريقة جميلة جدا. ده بقى احلى من الجلاش، احلى من الرقاق اللي انت بتجيبيه جاهز من بره. وبحبة دقيق، بصوت كوبايتين دقيق تقدري تعملي كمية حلوة قوي. كل سنة وانتم طيبين. واللي اول مرة يشوفني فعل زر الجرس، وما ينساش يشترك في القناة عشان يوصل لعدد كبير من الناس، عشان نقدر نفيد الناس بكل المعلومات اللي بنقولها. واللي مشاركني ما ينساش يعمل لايك وشير عشان يوصل لعدد كبير برضو من الناس. بس كده جبنا بقى اهيت النشابة بتاعتنا الطويلة اللي احنا بنفرد بيها بقى عشان نخليها الرقاقة واسعة وفي نفس الوقت خفيفة جدا وهشة. صدقيني انا ما بحطش خالص نشا، وما بحطش النشا يا جماعة بتدي حاجة زي المطاط في قلب العجينة كده. رقاق خالص خالص ما بنحطلوش نشا. ليه؟ لانها بتدي المطة اللي بقولكوا عليها، المطة اللي عاملة زي البلاستيك. في هتفرحي وهيقعد يفقع منك كده وهيعمل ان هو لا. الرقاقة الناجحة معاكي اللي ما تنفخش، اللي ما تعملش زي العيش كده وتنفخ وانت بتخبزيها. هو دي اجدادنا كانوا بيعملوه بالطريقة ديت. طريقة جميلة جدا وطعم اجمل بكتير بكتير. جربوا الطريقة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم. واللي جرب وصفتي يكتب لي في التعليق، واللي عجبه الوصفة وهو بيتفرج على الفيديو برضو يكتب في التعليق. وربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنة وانتم طيبين. حلول شهر رمضان الكريم ربنا يجعله شهر عليكم بخير، ويحقق لكل واحد اي حد بيتمنى حاجة يا رب تتحقق بفضل الشهر الكريم المبارك علينا. هيا وسعت شوية، وبعد كده ببتدي بقى افردها بالنشابة اللي هي الطويلة ديت. بصي بقى إن احنا ممكن هنا نخبز على الفرن البوتاجاز عادي من فوق. بتجيبي صينية الكريب العادية وبتحطيها وبتستوي عادي جدا وبتنشف، بس ما بيحمرش. احنا بس مجرد بنسويه من تحت ومن فوق، بنقلبها يعني كده من تحت ومن فوق. لكن في الفرن بتولعي الفرن من الشواية وبتولعي الفرن من تحت، وبتخليها بس تنشف، بس تبقى كريسبي كده من غير ما تاخد اي لون. لو خدت لون صفران بسيط معاكي ما تخافيش عادي، هتبقى طعمها جميل برضو. بس احنا ما بنحبش ان احنا نخليها تصفر، لان احنا بنحبها تبقى بيضة. لان لما بنحطها في الصينية بقى وبنسويها تدي طعم احلى وطعم جميل. الرقاق ده بس ما بنعملش بيه رقاق محشي باللحمة، ده بنعمل بيه ام علي وبنعمل بيه حلويات كتيرة قوي. هنجرب في فيديوهات كتيرة وان شاء الله هنعمل لكم احسن حاجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اي هنجيب بقى صينية الكريب العادية، هنحط بسم الله ما شاء الله. بصي عاملة زي الفطيرة، مش بس ما شاء الله عليها مفرودة ازاي وخفيفة جدا. نحطها هنا في قلب الصينية بتاعت الكريب وهنخبزها عادي جدا. انا بقولك بسهل عليكي يعني عادي. انا هخبزها معاكي في الفرن هنا برضو دلوقتي، وهتشوفي خبزها في الفرن شكله ايه وتسويتها شكلها ايه كده. انا بوريكي اهوت لسه ما استوتش. هتقلبيها على الجنب التاني، اول ما تحسي ان هي ناشفه وبقت كريسبي كده هي ما بتاخدش اي لون، نعرف ان هي استوت خلاص. هنروح شايلينها هنا بقى، هنحط في الصينيه اهي ونولع الفرن من فوق ومن تحت من الشوايه بتاعته كده. استوت اهيت خلاص. هتتشيل بقى. ممكن تحس ان فيها طراوه شويه كده، لا لما تشيليها، اول ما تشيليها خلاص هتلاقيها نشفت. دي تسويه الفرن اهي، ما خدتش اي لون تماما واستوت في الفرن. بس هنكمل معاكم الكميه بقى والحبيتين اللي انت بتعمليهم. بصي ملمس العجينه طري جدا، وعشان انتي ما تنشفش منك تغطيها. ولو هتعملي
الكمية يا ريت ما تعجنيش الكمية كلها. ليه؟ لان كل ما العجينة بتقعد بتريح فهتبقى طرية معاكي، فهتشرب دقيق معاكي وهتخرم. لكن كل ما تعملي مثلا نص كيلو تعجنيه وتخلصيه، حبة تعملي تاني اعملي، بس العجينة تتعمل على مراحل، ما بتتعملش مرة واحدة. انا حطيت الكيلو كله لان احنا يعني في شتاء، فالجو لسه حلو مش، وعشان كنت اخلص. لكن لما انت تحبي تعملي، وبالذات لما تكوني انت لسه مبتدئه وهتجربي، ممكن تجربي في كوبايه واحده بس. عجينتها سهله جدا، لا في خميره وفي اي حاجه، انت مجرد ما هتعجنيها هتقوريها كده وتمسكي تبططيها، او في صينيه الكريب وهتخبزها عادي، او في الفرن عادي، في ثانيه هتخلصيهم. حبيتي تعملي كميه تاني، فبتعجني عجينه تانية سهله جدا ومن غير عجان ومن غير اي حاجه وبايدك، وهتبقى سهلة جدا. وبتحطي 3 أو 4 أو 5 أو 6 على بعض، وما بين كل حبة دقيق، وما تتنكيش تبططي على طول، لا انت بتشيلي وبعدين بترجعيهم تاني، وبعدين تحطي دقيق تاني وتبططي تاني عشان ما تلزقش معاكي. وان شاء الله تطلعي احلى حاجة واجمل حاجة لاولادك، وربنا يحسن ما بين ايديكم. معلش الفيديو طويل، بس حبيت اوريكي ازاي بتبططيها وازاي بتفرديها، لان هو الفرد هنا والتبطيطه بتاعتها هي اهم حاجه. وبتفردي بايه؟ احنا قلنا بنفرد بكوبايه من دقيق الذره مع دقيق متعدد الاستخدامات بتاع الكيكه بتاع القرص الطريه، بنضيفهم على بعض، بنخلطهم على بعض، وبعد كده بنبطط عليهم. ليه؟ لو انتي حطيتي دقيق الذرة لوحده هيخرم منك العجينة، مش هيبقى كويس. لكن لما بتضيفيهم الاتنين مع بعض بتدي سمك حلو، وتخلي الرقاية كريسبي معاكي، وطعمها جميل، ما بتنفخش ولا اي حاجة. بتحسي ان انتي عاملة جلاش مش رقاق. هتشوفيه لما يستوي معانا ونعمل منه باللحمة او نعمل منه اي اصناف هتشوفيها، هيعمل معاكي احلى حاجة واحلى طعم. بس بقى اهو مفيش حاجة لازقة ما شاء الله. هنحطهم وناخد واحدة واحدة، ونبتدي ناخد ونفرد بقى كده زي ما انا قلتلك. اهي ما شاء الله عليها العجينة حلوة معانا. بتفردي كده النشابة اللي هي الوسط دي، وبعد كده بناخد الطويلة دي بنفردها وبنوسعها، وبنبتدي نخبز بقى في الايه، في الفرن. ده الفيديو بتاعنا يا جماعة، اللي لسه نشغل الفيديو وبتفرج لحد دلوقتي، لو سمحتوا تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس تستفيد زي ما احنا بنستفيد، وربنا يحسن ما بين ايديكم. اظن الفيديو يستاهل لايكات كتير. فلو سمحتوا ممكن تعملوا لايك للفيديو، واللي اول مرة يشوفنا يفعل زر الجرس ويشترك في القناة. حبيت اعمل معاكم كذا واحدة علشان اسهل عليكم الموضوع. بصي لما تحسي ان في حاجة بتلزق بتحطي دقيق وبتفرديها عادي على النشابة بتاعتك عشان ما فيش حاجة تلزق معاكي. بتدوريها عادي كده وتشدي دي، ومن كل الجوانب بقى، يعني ما بنعملش من جنب واحد. لو بقت طاولة معاكي لما تعمليها من الناحية التانية هتبقى مدورة عادي. وهنبتدي بقى نخبزها عادي في الفرن. عايزة تكملي خبيز في صينية الكريب بتاعتك كملي، هيطلع برضو كريسبي وجميل. وخلي بالك وانتي بتسوي اللي انتي بتعمليها بتسويها على طول، لانك لو ركنتيه وقلت هسوي في الاخر طبعا في منه هيتخرم، في منه هيشرب الدقيق وهيبقى تقيل كده معاكي. لكن لما تنفضيها على طول مباشرة 2 أو 3 بتعمليهم وبتبتدي تخبزيهم. هوريكي برضو هنا اهوت لما اطلع من الفرن شكلها عامل ازاي. اهي بصي كريسبي ناشفة، مفيش لون زي ما انا قلت لحضراتكم. اللون بتاعها يعني اوف وايت عادي كده، بس هي مجرد ان هي بتبقى كريسبي بس.
ما فيهاش اي حاجة تاني لون ولا اي حاجة. بتبتدي بقى بتجيبي شاي الابيض وتحطيه فيه، والكمية اللي انت بتحبيها بتستخدميها بتاخديها. ادي الرقاق بتاعنا الناشف الجميل. يا ريت لو الفيديو بتاعكم متنسوناش باللايكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.